السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الجماعة اللي بيسألوا على السلالة، ماشي، يقول لك احنا هنشتغل بسلالة ايه وكلام من ده. يا حبيبي، يلا يا عز. اللهم صل على سيدنا محمد. السلالة يا جماعة أهم حاجة لما تيجي تشتري سلالة هتشتريها بس من مزرعة موثوق فيها. أي مزرعة جنبك تكون الإنتاج فيها كويس، السلالة فيها كويسة، اشتري منها، ماشي، لأنه يبقى عنده أرنب محترم بينتج بيه. ماشي. السلالة كويسة. السلالة الكويسة عبارة عن إيه؟ عن أرنب خصوبته كويسة، مناعته عالية، الأمومة عنده كويسة، رضاعة، تحويل لحم، الكلام ده كله، هي دي الخصوبة. مش ما تفكرش السلالة اللي أنت تروح تجيب أي أرنب من السوق، ماشي، تبقى دي كده إيه؟ سلالة، لا، السلالة بيبقى لها مواصفات يا جماعة، لها الصفات الوراثية. ماشي، ما اروحش اجيب ارنب وخلاص واقول هو ديت السلاله. الارنب عمره ما كان بلونه، ماشي، ولا بحجمه. الارنب بالصفه اللي فيه. معايا ارنب الصفه بتاعته كويسه في تحويل اللحم، في الرضاعه، في الخصوبه، في المناعه، ماشي، في تحويل اللحم، تبقى هي دي السلاله كويسه. لما اجي اشتري سلاله اشتريها من شخص يكون شغال في الارانب بقاله فتره، عنده مزرعه بينتج منها، ماشي، بتطلع سلاله كويسه، ماشي، دي اروح اشتري منه. نصيحه للناس برضه متاكدين سلالات، وفي ناس بتتصل بيا من بعيد عني، ماشي، بيقول انا نفسي اخد من عندك سلاله بس المكان كبير. معظمهم ناس كتير من القاهره بتتصل بيا على موضوع السلاله دي، بس هي المشكله في البعد، وجود الشحن والكلام من ديت. انا يا جماعه والله ما عنديش شحن، عشان بس ما ابقاش كذاب على حد. انا عشان اشحن ارنب في اي شركه شحن، ماشي، ما اعرفش الارنب ده يوصل قد ايه، لان الخط سير العربيه ممكن يقعد يومين على ما يروح فين؟ في المحافظه اللي هو رايحها دي، على مثلا ما تعمل بضاعه اللي هي تستاهل اللي هي تطلع بيها تروح ايه خط السير ده. فانا عشان اسيب الارنب في الشركه يومين اكيد هيموت، مش هيعيش يعني. فانا بتكلم الناس، في ناس كتير فعلا جت من القاهره خدت، وفي ناس المشوار كان بعيد عنها ما قدرتش تيجي عشان المواصلات والكلام من ده. فهي قصه البعيد، الناس اللي هي البعيده ديت لو في مزرعه جنبك كويسه اشتري منها، ما فيش اي مشكله. ولو عايز اي معلومه، وانا قلت لهم كده برضه في التليفون، اللي عايز اي معلومه يتصل بيا، ما فيش اي مشكله. حتى لو جاب ارنب من واحد جنبي يتصل بيا عادي، وانا اقول له اللي هو عايزه كله، ما فيش اي مشكله والله. بالنسبه للسلالات، السلالات ما كانتش بنوعها يا جماعه، السلالات زي ما احنا بنقول بخصوبه، مناعه، رضاعه، وكلام من ده. عندنا اسكندريه، ماشي، وعندنا فلاين، وعندنا بابيون، ماشي، اللي انا بحبهم. وعندنا برضه سيرفر، ارنب محترم بحبه. عندنا هالكوير، ارنب محترم وبحبه. البلجيكي نفس الكلام، ماشي، اللي هي الحاجات اللي هي الدوتشيات اللي زي دي كده، ارنب معاه مش راضي يقف، ماشي. السلاله يا جماعه مش باللون والله، السلاله بالارنب اللي هو بينتج وبطلع معايا وبيبقى عنده خصوبه حلوه ولحم ورضاعه والكلام من ده، هو دي السلاله الكويسه. وانا تحت امر الناس في اي حاجه، مفيش اي مشكله. اللي عايز يتصل يسال على حاجه مفيش مشكله، اللي عايز ارنب من عندي مفيش مشكله. الارنب عندي السلاله عامله كام؟ ناس كتير بتسال، بتبعت لي رسائل وتعليقات، السلاله عامله كام؟ السلاله عامله كام؟ يا جماعه انا قلت اهو، اللي عايز حاجه يتصل بيا، ماشي، في التليفون ويقول لي وانا ارد عليه، مفيش اي تعليق. مثلا تسال على اي حاجه تعبانه عندك رن عليها وانا هجاوبك عليها. نرجع تاني نقول السلاله بكام؟ عندنا السلاله عمر 5 شهور ب 275. عمر 5 شهور ب 275، 5 شهور 5 شهور هتاخدها تلقحها عندك في نفس اليوم ب 275، ماشي. والذكر نفس الشرط 275، عمر 5 شهور، ماشي. يبقى انت كنت عرفت السلاله كام؟ عشان برضه ما فيش ناس تقعد تبعت لي تعليق وتقول لي السلاله بكام. انا هنزل الفيديو دي عشان نعرف الناس السلاله كام. السلاله 275. واللي عايز اي حاجه، معلش، انا الناس كتير بتقول لي انت ما بتردش علينا ليه؟ بتبعتوا لك على الخاص، ببعتوا لك تعليقات، ببعتوا لك واتس. انا والله بيجي لي رسائل كتير وبتاع وبرد فعلا، بس في ارقام ما بعرفش ارد عليها، ماشي، الوقت بس مش اكتر. عايز اي حاجه رن عليا في التليفون، لو لقيتني انا ما بردش على التعليق بتاعك او ما بردش عليك في الواتس، رن عليا في التليفون مفيش اي مشكله، ماشي. عندك 010 وعندك 012، رن عليا على اي معلومه انت عايزها وانا اقول لك عليها، مفيش اي مشاكل. والله نصر ربنا الموفق، وان شاء الله اللي عايز اي حاجه تحت امره، مفيش اي حاجه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.